انا عايز اطبع صوري زي ما بشوفها على الشاشة على الورقة بالظبط. ومن هنا بدأت رحلتي في الطباعة مع أول مكنة، لحد ما انتهيت إن بقى عندي برنت هاوس خاص بيا. أنا خبرة أكتر من 10 سنين في مجال الطباعة، وفي الورك شوب دي هنتعرف مع بعض في سلسلة فيديوهات منظمة من البداية خالص. ايه هي انواع الطباعة؟ ايه هي الطباعة الاندور؟ ايه هي طباعة الاوتدور؟ ايه هي طباعة الانكجت؟ طباعة الليزر؟ ايه هي طباعة السبليميشن؟ وكل واحدة من دول هنعرفها بالتفصيل عشان يبقى عندك الخبرة وازاي تقدر تختار نوع الطباعة المناسب ليك. كمان هنتعرف مع بعض ازاي نقدر نظبط الالوان بتاعتنا ونطبعها زي ما بنشوفها على الشاشة بنشوفها في الورقة بتاعتنا، ونعرف الفروقات ما بين ال RGB سيستم وال CMYK سيستم. هنتعرف مع بعض على شوية تريكات كده، وازاي اقدر اطبع الاوردر بتاعي على المكنة بتاعتي بسهولة جدا او بطريقة سريعة جدا ما تعطلنيش، وفي نفس الوقت تطلع لي الكواليتي اللي انا محتاجها بالظبط. كمان انا هعلمك ازاي تقدر تختار نوع الورق المناسب للحاجة اللي انت عايز تطبعها. مجهز لك بقى جزئية خاصة بالاعطال، وان المكنة ازاي بيحصل لها مشاكل وتقدر تحلها بنفسك، او تستنى مهندس صيانة يجيلك في المكان بتاعك عشان يحللك مشكلتك. مش هتعطل صدقني. كمان لو عندك مشكلة عايز تحلها حالا ومش قادر تستنى او تاخد الكورس بتاعنا بالكامل، فتقدر تحجز استشارة اونلاين ونجاوب لك على كل التفاصيل. او حتى كنت عايز تفتح برنت هاوس وعايز تعرف تبدأ منين وتجيب مكنك منين وتشتري ايه وبكام. فلو انت مهتم بالمحتوى ده ما تنساش تعمل سبسكرايب في الشانل وتفعل زرار الجرس وتديني لايك متين. فمن غير اي تأخير يلا بينا نبدأ الرحلة بتاعتنا في الطباعة.